كل اسم بالبرنامج أفعال صح وهي اللي خلتنا نذكره. كل واحد بيحس إنه في تشابه بينه وبين مين عم نحكي عنهم، فهو أكيد منهم. وأي انتقاد بوجه لأي جهة نقصد فيها أصحاب القرار فيها لازم التنويه. كل مرة بنحكي عن الثورة بنلاقي حالنا عم نحكي عن مؤامرات العالم علينا ودعمهم العلني والسري للنظام، بس معقول ما كان في حدا واقف معنا؟ لا كان في جيراننا الحيط على الحيط. النشامة يلي فتحوا بيوتهم وقلوبهم للسوريين، ولما شافوا انه السوريين داخلين بصفة لاجئين خافوا انه ما يعجبهم البيوت والقلوب ويفرق عليهم جو الموت والرعب والقصف يلي جايين منه. لم يبقى أمام قوات النظام السوري إلا خيار القصف الجوي على مدينة معرة النعمان بعد سيطرة الجيش الحر عليها. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! فقرروا انه يفتحوا لهم معتقل الزعتري، عفوا مخيم الزعتري، فمشان هيك استعانوا بافضل الخبرات البصريه والصوتيه لحتى يحسسوا السوري انه بارضه. أصيب 11 لاجئا سوريا في اشتباك مع قوات الأمن الأردنية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين الشمالي البلاد، بينهم طفل و6 نساء. حرصا من جيراننا على تأقلم السوري بالوضع الجديد قرروا يبذلوا كل جهودهم مشان يعيشوه بالبيئة المناسبة، يعني هاللاجئ اللي انقطعت عنه الكهرباء والمي والمازوت وما عاد عرف يتدفى أكيد بيستاهل إنه نعيش نفس الجو بالمخيم مشان ما يحس بالغربة. لم ترأف لا العاصفة ولا بلاد اللجوء بالسوريين. في مخيم الزعتري بالأردن الكارثة كبيرة، قضى لاجئان جراء العاصفة، ومئات الخيم غرقت ومئات غيرها اقتلعتها الرياح العاتية. والأطفال السوريين اللي فقدوا كل مقومات طفولتهم صاروا بدال ما يحلموا بطابة ومرجوحة عم يرقدوا ويدوروا على لقمة الأكل بعد ما هدوا من الجوع. والسلطات الأردنية ما شاء الله عليها عملت كل جهودها للاستيلاء على المساعدات اللي عم تجي المخيم لتقديمها للأسر الأردنية العفيفة أو بيعها بالأسواق، وحتى ما عاد سمحت للمساعدات إنها تدخل على قلب المخيم. يعني ما عم يجوا ناس يساعدوكم يجيبوا لكم أكل، ما عم يجوا لعنكم ناس سوريين، ما في شيء منظمات هيئات كذا؟ بيجوا باخذوهم، بيجوا قال بيسجلونا على الماعين مثلا او على الشحاتات ولا بيجيبوا. شو بيسجلوا لكم على شو؟ عماعين قال ولا بيسجلوا. هذه الأواعي التي وزعت على الشعب السوري التاريخ 13/10/2012. طلعنا من الفجريات للساعة 12 أعطونا هاي الإحرامات الجويدات، حطونا في سيارات يودون على الأردن عجوة وطلعونا الشراشف الصيفية. هذا همه. وهيك ما شاء الله عليها ساهمت بتأمين بيئة تشرد مناسبة لأطفالنا. بس الحقيقة هني أبدا ما قصروا لا بوجه المرضى ولا بوجه العجزي ولا بوجه الكبار بالسن، سكروا مشافيها بوجوههم إلا كان مشان ما يفرق عليهم الجو. انظروا إلى هذا الجريح مقيد في السرير، انظروا إلى هذا وهذه يجروا بيقدر يمشي هيدا. يمكن أهم شيء لازم نحكي عنه هو دور إخواتنا الأردنيين تجاه اللاجئات السوريات. يعني هالبنت اللي هربت من الشبيحة بسوريا لازم تلاقي صورة مشابهة إلهم، بس التشبيح بالزعتري إله شكل تاني. مرة بدهم خدامات سوريات، شان الله لا تفهمونا غلط، هاي بس مجرد تأمين فرص عمل. تفو تفو عليك تفو تفو عليك تفو تفو عليك وعلي عرفني عليك. ومرة بدهم عروس سورية حلوة وصغيرة وبنت عالم ناس وبمهر قليل، وإذا أمكن بلا مهر منوب. ما بعرف، نحن هلا عم نحكي عن لاجئات بس شكلهم صاروا سبايا.
كشباب سوريين أطلقنا حملة لاجئات لا سبايا من أجل دعم المرأة السورية ومحاربة ظاهرة دعوات الزواج من قبل بعض الأخوة سواء كانوا خليجيين أو عرب من جنسيات مختلفة للزواج من سوريات بطريقة فيها انتهاء لقيمة المرأة أولا ولقيمة المرأة السورية ثانيا، ونحن ضد كشباب سوريين نحن ضد هذه الطريقة في عروض الزواج. بالأخير كان مسك الختام صحافي ما له لون ولا طعم ولا معنى، صحافي نشمية أصيلي ما عاد عنده أي شيء تحكي فيه غير إنها تهم السوريات إنهم عم يمارسوا الدعارة بالمخيم. وبعدين طلع هذا الصحفي النشمي من جماعة رقاصاته في الشيك بالشيك. قبل ما نورجيكم هذا الفيديو للصحفي النشمي بدنا نسأله أمك وأختك كيفهم؟ الله الله. بالفعل يلي استحوا ماتوا، كل مين وأصله نشامة، وبالفعل أبدا ما قصرتوا، بس الدنيا دوارة ومثل ما دارت علينا وعيلي قبلنا رح تدور عليكم ورح نرد لكم اياها بالافراح. اما كل كلب عم فكر يحكي على شرفنا وعرضنا، الغبرة اللي على صرماية السورية بتشرف امك واختك. كونوا بخير وتعلموا الشرف من السوريات وعلموا لامك واختك.